بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى نحرككم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. بفضل ولي صبر نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. حقيقه اقاله مدير الفني للنادي الاهلي يسترب. الحقيقه وصلت اخبار ان المدير الفني بنسبه كبيره جدا مش هتشوفوه مع النادي الاهلي الموسم المقبل، مع بدايه الموسم المقبل، مش الموسم ده، مش في الموسم ده، في الموسم المقبل بنسبة كبيرة هيتم إقالة المدير الفني للنادي الأهلي مع نهاية الموسم الحالي. اتكلمت في فيديوهات سابقة، ارجعوا للفيديوهات السابقة اللي أنا اتكلمت فيها وقلت بنسبة كبيرة المدرب ده يا جماعة مش هيكمل مع الأهلي، مش هيكمل مع الأهلي. مش مركز، مش بيعرف يقرا المباراة، بيتوه، بيعمل أخطاء غريبة جدا، تشكيلات غريبة بينزل بيها، لعيبة جدا مستاءة من قراراته ومن تشكيلته ومن الدفع بلعيبة ما تستحقش انها تلعب، ولعيبة تستحق انها تلعب بتفضل على الدكة او بتنزل اوقات صغيرة في المباراة، ما بيشاركوش او دقايق كتير، عدد دقايق كتير. فلعيبة كتير جدا متضايقة من قراراته الغريبة ومتضايقة من تغييراته الغريبة. واتكلمت في الموضوع ده وقلت ان المدير الفني للنادي الاهلي يستروب مش هيكمل، بيستروب مش هيكمل يا جماعة. بنسبة كبيرة بداية الموسم هتشوف مدرب تاني، هتشوف مدير فني تاني. ده معلش، ده كلام من قلب النادي الاهلي. بيعمل حاجات غريبة يا جماعة، وانا قلت الكلام ده. وعلى فكرة البديل بنسبة كبيرة هيكون مدرب سابق للنادي الاهلي، مش هنشوف اسم جديد، هيكون مدرب سابق للنادي الاهلي. اتمنى، وجهة نظري، يا عماد النحاس، يا ده في حالة ان انت لو مش هترجع فايلر. اتمنى فايلر يا جماعة، قولا واحدا اتمنى رينيه فايلر يكون يكون المدير الفني للنادي الاهلي. ولكن هو حلم ومش هيتحقق. صعب في الوقت الحالي او الفترة المقبلة ان شاء الله والفترة الجاية ان انت تشوف ريني فايلر موجود في النادي الاهلي. صعب. ولكن انا اتمنى، وجماهير وكتير كتير قوي من جماهير النادي الاهلي يتمنون ذلك، ويتمنون ان هم يشوفوا فايلر تاني في النادي الاهلي. معلش يا جماعه، اقوى مدير فني وافضل مدير فني جه الفتره اللي فاتت، هو ما حققش حاجه، ولكن اداء يا جماعه، اداء وعمل فرقه باقل الامكانيات، عمل فرقه جامده.